شاء الله. بصوا بقى لما بردت بقى طعمها تحفة ما شاء الله. جربوها مش هتندموا. مساء الخير. الجو والبرد وعمايله خرابي، الناس متلجة. قلت بقى ايه اعمل لكم بطاطا حلوة. قلت اجيب 2 كيلو بطاطا وايه وغسلتهم كويس، وببتدي بقى اقشرهم عشان اعمل لهم صينيه بطاطا كده في الفرن، عشان نعرف ايه ناكل ونبقلص كويس. يعني من الشتا ده هندخل من الشتا نطلع على رمضان، نطلع على جهنم وبئس المصير. يعني ربنا يسترها علينا. قلت اعمل لهم حاجه حلوه، قاعدين بردانين. غسلت البطاطا غسله كويسه وايه اللهم صل على النبي، وابتدي بقى اقشرها عشان اعمل لهم بقى صينيه بطاطا حلوه كده تستاهل بقكم ان شاء الله. انتوا كمان تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا اشتراك سبسكرايب، عشان ان شاء الله بفضل الله القناه بتاعتي كده ترجع تاني تزيد وتكبر بيكم. اقشرها وارجع لكم تاني. اقشرها بقى وابتدي اقطعها. قولي يا اروى عايزه قطعناها. كل ده هيتهرس دلوقتي حالا. اتقرقط خلاص كده. بس كلها قطعتها. حط عليها بقى كوبايه سكر كده حلوه، ممكن تحط عليها شويه كمان. كيس فانيليا واحطها على النار اسيبها بقى وبعدين هرجع لكم تاني. بسم الله. انا كده حطيتها على النار، احط عليها بقى كوبايه لبن واسيبها بقى تتعمل براحتها خالص وارجع لكم تاني. احط بقى 3 كوبايات لبن على حسب بقى انتوا عايزين المهلبيه بتاعتها كتير او القشطه زي ما انتوا حابين، كتيره او قليله. وكوبايه السكر، ما تحطيش كوبايه سكر على البطاطا. انا مش هحط فيه سكر عشان سكر البطاطا هناك كتير. واحط 3 معالق نشا او 1.5 معلقة كده. احط لها معلقه كريم شانتيه. خلاص ده لو عايزين تعززوا الطعم. كيس فانيليا، مكعب زبدة هيعزز معاكم الطعم، هيخليه حلو قوي. واحطها بقى على النار. انا حطيتها بقى على النار وايديا فيها عشان ما تكلكعش. وانا مش هحط سكر عليها لان انا حطيت هنا كوبايه. لو انتوا عايزين تعملوا نسبه وتناسب فممكن تحطوا ربع كوبايه هنا وربع كوبايه هنا، لكن انا عشان انا حطيت هناك كوبايه فالمفروض بقى تحطي مثلا على 2 كيلو عشان ما تبقاش الناس اللي متحبش السكر زياده. تبتدي بقى وهنا البطاطا، وهنا بعمل بقى المهلبيه بتاعتها او القشطه، وايديا فيها بقى والنار يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا انا عملت القشطه بتاعتها كده، بتكون قوامها حلو قوي. خلاص هنا البطاطا خلاص نسيبها بس تكرمل شويه، لازم تتهري خالص خالص. نسيبها بقى تكرمل في السكر شويه بتاعها واهريها كويس جدا وارجع لكم تاني. هنا هحط لها بقى حته زبده كمان. بصوا حواليها نكرملها تبصوها كويس جدا. انا هعمل كده تعززي الطعم بحته زبده برضو. اتهرست كويس اهي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يا رب يصلح ما بين ايدينا دايما. هنا شوية جوز الهند، وعملت شوية مكسرات عليه وهقلبها كلها فيها كده. بسم الله، اللهم صل على النبي. خلاص حطها بقى في البايركس بتاعتك كلها. هنزلها بقى وارجع لكم. بسم الله ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ابتدي بقى احطها في الفرن 5 دقايق من تحت او 10 دقايق، وبعدين بقى اديها الوش الحلو. وممكن لو انتوا حابين تنقطوا عليها حته زبده وخلاص على كده. رجع ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا شكلها ما شاء الله، بس انا مش هستنى لما تبرد. وطي صوتك يا رورو. ايه سايبه، محتاجه تبرد. مش تخليك رافد، لازم تبرد عشان اعرف اقطعها. هستنى بقى لما تبرد وهقفل معاكم الفيديو. هي واضح يعني ان هي طعمها حلو قوي، ريحتها كمان تحفه ما شاء الله. بس انا مستعجله عشان الكهرباء تقريبا هتقطع. بيقولوا ان هي ما قطعتش امبارح، هتقطع النهارده. طعمها حلو قوي 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 قوي. تسلم ايدي وربنا يخليني لنفسي. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتدعوا لي، ولو عملتوها وعجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. ويا رب القناه يعني تزيد كده بفضل ربنا ثم بيكم. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين.